اسمعوني يا شباب، اللي هيسمع اسمه هو اللي هيبقى معايا في المعسكر المنتخب. احمد سيد زيزو، محمد شحاتة، ابراهيم عادل، محمد الشناوي، مصطفى جوبير. طب واحنا يا كابتن حسام، احنا مش معاكم في المعسكر ولا ايه؟ انا بختار اللعيبه الرجاله اللي هتفيد المنتخب، لعيبه تقدر تجري في الصحراء وتعيش على وجبه طول اليوم وتصحى من الصبح الساعه 6 تسيق المعسكر. هو احنا في جيش ولا ايه يا كابتن حسام؟ وبعدين فين الشحات وفين قفشه؟ يعني سايب هداف الدوري وافضل لاعب في الدوري؟ انا بختار اللعيبه الرجاله مش لعيبه بتنفع وبلالين. وبعدين انت لو مش سكت هعمل معاك زي ما عملت مع حجازي، مش هتشوف تيشيرت المنتخب تاني. خلاص يا امام، اسكت اسكت، ده شكله طلع زملكاوي ومتضايق من حركة البالونة اللي انت عملتها. يعني ينفع انا وانت وقفشه ما ياخدش حد فينا؟ ده انا هداف الدوري، ده انا كل ماتش بسجل جون. وبعدين مالها موضوع البالونه؟ ما اللعيبه كلها في العالم بتنفخ بلالين. ده بيقولك عايز لعيبة تجري في الصحراء وتعيش على وجبة واحدة طول اليوم. واحنا رجعنا للعصر الحجري ولا ايه؟ انا مش هسكت على الظلم ده يا شحات، ده ممكن يحصلنا بطولة افريقيا او يطلعنا من بطولة كاس العالم. انا معاك يا امام في اي حاجة، بس قولي انت ناوي تعمل ايه؟ هعمل معاه زي ما كابتن ميدو عمل مع كابتن حسن شحاتة في بطولة افريقيا. انت لو عملت كده مش هتشوف تيشيرت المنتخب تاني، وفي الحالة دي هتبقى انت غلطان وانا مش معاك في الموضوع ده. انا عندي فكرة ليك حلوة. ايه هي الذكرى؟ نكلم اخوه ابراهيم، ممكن يخليه يغير رأيه وياخدنا معاه المنتخب، انا وانت وقفشة. ده تلاقي اخوه اصلا هو اللي قاله مش هياخدنا، بكرة يتعادل او يخسر ماتش ويرجع يكلمنا، وساعتها يعرف قيمتنا.